السلام عليكم. اليوم جبت لكم باكيت في فارسي بنان بزاف. يجوا مع السحور ويجوا مع الفطور كذلك. انا هنايا طيبتهم للسحور ودرتهم كبار. اذا حبيتي ديريهم مع الشوربه يجوك بنه على بنه، صغريهم يجوا كيما حبات البوراك. جيبي كاس حليب دافي ومغرف خميره وخلطي الخليط مليح. زيدي حبه بيض بحراره الغرفه، مغرف سكر، زوج مغارف زيت زيتون. هذه العجينه تجي بريوش وتجي خبز. اذا حبيتيها مالحه حطي زيت زيتون، اذا حبيتيها حلوه حطي زيت صونغو. زدنا مغرف سكر وزدنا الفرينه، عجنيها حتى تتلم. في هذه المرحله وانت تعجني فيها ما تنسيش تضيفي الملح وتضيفي الخميره الكيميائيه. حطي مغرف صغيره خميره كيميائيه، انا كنت حاطتها مع الفرينه، والفرينه لازم تكوني مغربلتها. عجني حتى تتلم عندك عجينه طريه وخليها ترتاح نص ساعه. هنايا نديغازيوها وقسميها على قطع كما قلت لك. الا حبيتي مع الفطور حطيهم صغار، اذا حبيتي في السحور ديريهم خبيزات كبار. انا هنايا وجدتهم للسحور قطعتها على 10 قطع. حاولوا يكونوا متساويين، خليهم يرتاحوا قليلا فقط، مش يختمروا، يرتاحوا برك يترخفوا باش نفتحوهم. والحشو هنايا انا كنت موجدته من اللي كنت نطيب في الفطور، يعني حاجه بسيطه. حطيت هريسه وحطيت شويه سكالوب، غليته فقط في شويه ملح وفلفل كحل وزيت و ثوم مرحي وبصله مرحيه فقط، ما عيتش ما تعبتش كامل روحي. وحطيت بيض مطبوخ في الماء، شويه فرماج، اي انواع فرماج حطيها واذا كان عندك بطاطا مقليه ثاني حطيها. المهم لازم تكثري الحشو باش من بعد الخبزه تكون لي مليانه ومشبعه ومرضيه. حطي كذلك زيتون اخضر مقطع، واذا كان عندك زيتون اسود دينواي ثاني قطعيه وحطيه، يزيد بنه رائعه. اذا كان عندك الفلفل الحلو الاخضر قطعيه وحطيه. المهم هذه الخبيزات يجي معاهم كلش مليح. وما تبخليش في الفرماج، اي نوع عندك حطيه ما يهمكش. سكريهم مليح، حطيهم في الصينيه حتى تكملي كامل الكميه. قصيهم شويه هكذاك باش يجي المنظر تاعهم زوين. دهنيهم بالبيض، رشي عليهم ججلان او والله سانوج وطيبيهم حتى يحمروا وقدميهم بالصحه والعافيه. اذا كانت هذه اول مره لكم تزوروا قناتي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفات كلها مضمونه ومبتكره. شكرا على المشاهده، رمضان كريم ومع السلامه.